مساء الفل، معاكم معتز حسن في قعدة انتيريور من مكان جديد. النهارده احنا في شركة جولدن ميلر. جولدن ميلر دي شركة متفرعة من شركة وندر نيو استيجيت. وندر نيو استيجيت شركة رائدة في مجال السياحة والصناعة، واحنا بالنسبة لنا كشركة ام اتش ديزاينز نعتبر من احد شركاء نجاح. ومن اهم اعمالنا مع شركة وندر نيو استيجيت مشاريع كتير خاصة بالسياحة في شرم الشيخ، زي متاجر بيع تجزئة في فنادق ريكسوس وفي المطار وفي الغردقة، واكبر سوبر ماركت في شرم الشيخ اللي هو اون ذا واي. البروجكت بتاع جولدن ميلر كان مختلف ليه؟ التحدي اللي كان في البروجكت ده ان انا استلمت اليونت الزوايا بتاعتها حاده، وانا كنت عايز استخدم السيركل شيب. السيركل شيب مش في التقسيم المعماري بس، السيركل شيب في الموتيفات، في وحدات الاضاءه، في اللاينز بتاعت الاساس. قدرنا نتغلب على الزوايا الحاده في التصميم عن طريق التقسيم المعماري والناحيه الوظيفيه لكل فراغ. يعني مثلا ايه؟ غرفه الجنرال مانجر مفيش مشكله ان احنا نستخدم ترابيزه الاجتماعات دائريه، اللايتنج اللي فوقيها يكون لايتنج دائري، يكون فيه فوكس. الفوكس ده بيعمل بالانس في المكان. السيركل شيب اللي استخدمناها في غرفه الجنرال مانجر قدرت ان انا اطلع منها 2 باث روم، واحد للكلاينت وواحد للمانجر. والجديد في شغلنا ان احنا قدرنا ان احنا نستخدم الجولدن ريشيو في التقسيم المعماري في الاوضه ديت تحديدا. والنسبه الذهبيه للي ما يعرفش الكونسبت ده، هو عباره عن تقسيم الفراغ طبقا لمعادلات رياضيه معينه بتسبب راحه للعين وراحه في الاستخدام.